السلام عليكم اخواتي خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيا، كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله يا ربي. واهدائي لكل سيده كنقول لها مبروك عواشرك. ودائما نبداو كلامنا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. بناء على طلب بزاف ديال الاخوات يقول لك امونه وريناك طريقه السقي، كيفاش نسقيو الاعشاب المنسمه. هاد الفيديو هذا ما تناولتش فيه غير الاعشاب المنسمه. غنوريكم طريقه سقي اي حاجه، يعني اي نبته عندك في الدار تقدري تسقيها بهذه الطريقه هذه. انتم كيف ما كتشوفوا هنايا هذا اللي كتشوفوا فيه، هذا راه الكرافس، راه داير الزريعه كيف ما كتشوفوا. ها هويا. علاش انا درت ليها هكاك؟ باش دوك الحيت هذيك البلاصه دايره فيها الكرافس، باش هذوك البذور ديال الكرافس يطيحوا في ديك البلاصه بلا ما نقعد نحيد فيهم، كنخليهم تمايا حتى كينوض الكرافس راسو. هذا اللي كنسقي دابا هذا فليوي خلطته مع النعناع العبدي. وها نتوما كيف ما كتشوفوا راه كنحيد ليه كاع دوك الاعشاب الضاره، يعني كاع داك الربيع اللي تيكون غير زايد، حيت هذاك هو العدو ديال الاعشاب المنسمه. دائما خصنا نطلقوهم، نحيدوهم، نقيوهم من يعني من النبته. هنايا كيف ما كتشوفوا انا كنسقي. هذه راه البصله، هاد البصله هذيك علاش دايره انا في البو خصيصا باش كندير بها مثلا لي باط، الكراتان، لي صالاد، كلهم كنهز غير دوك العروش. دائما سبحان الله العظيم كينوضوا راسهم، كنحيد دوك العروش عاوتاني ما كنفوت بعد سيمانه كنلقاهم عاوتاني راهم ناضوا. هانتوما كيف ما كتشوفوا فيهم، انا وريتهم لكم بهذه الطريقه هذه. هنايا عاود راه هادوك راه البذور ديال الكرافس خليتهم في داك البو، هما كنوريهم لكم كتشوفوهم. هما طريقه السقي راه سهله، بلا ما ساعات تبقاي ديري كوتاكوت. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الكوتاكوت ولا النساء اللي بناء على الطلب ديالكم، كيفاش غادي نسقيو الاعشاب المنسمه. هنا هذاك راه القزبر تا هو درته في البو. كيف ما تعرفوا الغرض من هذه القناه هذه لتسهيل الزراعه، ماشي باش نصاحبوها، لتسهيل الزراعه للسيدات اللي تيكونوا غير جالسين في الدار. نوضي اختي تلاهي الوقت ديالك. هنايا كيف ما كتشوفوا هذا تا هو راه فليوي، هو كنحيد منه كاع كما كنقولوا حديث ومغزل، كنحيد من كنسقي وكان في نفس الوقت كنحيد الربيع. هنايا كيف ما كشفتوا دايره السلميه مخلطاها مع فليوي. كان بالنسبه للناس اللي عندهم الضيق في الدار تقدري اختي تخلطي حتى الربعه ديال المنسمات في بو واحد وتاكلي فيهم وتشربي. والله العظيم انا هكاك تندير. هنايا انا دايره هذيك راه الحاره اللي كنسقي، دايره غير في بو واحد جدير واحد، راه ما شاء الله راه رقدت منه وكليت منه. هنايا المكور حتى انا راه كنقي منه، كنحيد منه الربيع. ها هو تما راه صابه الشتا وكاع لي بوت وسخو، ماشي مشكل، حنا غير في التراب. هنايا كنسقي الحار، الفلفله الحاره شفتوها. هنا راه تقطع ليا التيو وعاود تبرونشيتو، ها هو كتشوفوا فيه، ها هو. والاخت اللي او الاخ اللي كيشاهدوني الان، كنقول لكم من هذا المنبر الله يرحم لكم الوالدين وجزاكم الله الف الف خير. ما غتخسروا والو على واحد اللايك. وشكرا لكم بزاف بزاف. هنا راه التيو كيبقى يتلوى باش الماء ما يتقطعش، كنحاول نقاد التيو. وهنايا كنتوسخ التيو كنظفو. هنا عاوتاني دايره في الليوي بوحديتو. هنايا ها هو كتشوفوا فيه راه رائع طالع ما شاء الله. كلينا حنا راه كناكلوا من هذا الشيء، كنوريكم زعما يعني كيفاش غادي يتم سقي هاد المنسمات او الخضر اللي كيكونوا في الفيزان او في البوات او اللي في البانيو او في لي بالكون او في السطوحه. دائما كيف ما كنقول لكم لنجعل حدائقنا او سطوحنا خضراء. هنايا كنحيد الربيع من المكور، شفتوا المكور ها هو يا ما شاء الله راه طالع غزال ما شاء الله. هاد لي بو هادو ديال الحار. دائما حديثو مغزل. هنايا كنسقي وكنحيد الربيع. هاد البو هذا راه ديال جا عاوتاني وقت الحبق، ما يا سلام. عرفتي احسن حاجه كتعجبني انا هي الحبق. دابا الحبق تيبغي الشمس والماء فقط.
ما عندك ما غادا ديري ليه، ساهل غير كتزرعيه وتحطيه في الشميشه وتسقيه صافي. هادشي اللي كاين، غير نوضوا تزرعوه وتجاهدوا. دابا ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه الثانيه، حتى كتخليو حتى كينشف شويه كترجعوا عاوتاني كتسقيو بنفس الطريقه. هنايا راه كنسقي الكرافس، ها هو في البو كيف ما شفتوا، هذا في الارض ودايره حتى في لي بو. هذا راه المكور. هنا غنوريكم التربه كيفاش نشفات وكنعاود نسقيها. هانتوما كتشوفوا نشفات صافي، وانا غادي نعاود نسقيها ان شاء الله. هنايا عاود الثومه، هذه راه الثوم. الا شفتوا الهيها في هذيك البلاصه راه كاين البسباس، راه نديرها حتى البسباس، يلا طيبته البارح. هنايا عاود الكرافس، هو نفس الطريقه، كنخلي البوات حتى كينشفوا وكنرجع نعاود نسقيهم. بغيت نقول لكم كتخليو تقريبا، مثلا سقينا اليوم وعاودناه، كتخليو تقريبا واحد المده ديال 4 ايام او حتى 5 ايام. غير كتقلبوا التربه كتلقاو صافي نشفات، كتحاولي تعاودي تسقي. راه ما حتى شي حاجه ما صعيبه، غير الانسان يبحث هكا ويقلب، راه كل شيء سهل. هذه راه البصله دايرها كما قلت لكم في لي بو، كنعاود حتى هي نسقيها. هنا الحار كلشي كنعاود نسقيه. انا نوريكم كل فيديو بالطريقه ديال السقي ديالو ان شاء الله. لما لا، غير نتوما امروا واختكم منية تنفذ. ودائما ما تنساوناش من دوك لي لايك زوينين والمحفزين. هنا كنوريكم التربه كيف صافي راه نشفات، كنوريكم التربه كيفاش ناشفه. شوف هنايا في الليوي كيف ما كتشوفوا، هنايا راه كلشي كناكل منه انا. وكيف ما كنقول لكم دائما، زراعه ناجحه ان شاء الله للسيدات اللي مهتمين وحتى اللي ما مهتمينش. كنتمناو حنا الغرض عندنا من هذه القناه هذه للنساء باش يهتموا بالزراعه. ما تبقايش غير الا احتاجيتي النعناع تخرجي للسوق، احتاجيتي فليو تخرجي للسوق. علاش هذوك النساء اللي كيديروا الاعشاب منسبه في الدار وما احسن منك؟ ماشي احسن منك، كلهم النساء بحال. خاص غير الشجاعه، تكوني مشجعه وتكون عندك واحد الميول لهاد العالم الاخضر. غير دخلي القناه ديال منى وغيكون عندك ميول، يكون عندك واحد النشاط لهاد القناه هذه. وانا كملت تقريبا السقي ديال الاعشاب المنسبه ويعني اشياء مختلفه. والفيديوهات المقبله ان شاء الله نوريكم الطريقه ديال سقي الخضر ان شاء الله، وزراعه ناجحه باذن الله. ومبروك عواشركم، ورمضان وصيام مقبول ان شاء الله بمغفرة الذنوب يا رب. والله يصلحكم ويصلح لكم وليداتكم، وزراعة ناجحة ان شاء الله.